السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم إن شاء الله سيكون حول l'instruction répétitive أو التعليمات التكرارية، يعني تقوم بتكرار نفس الأكسيون حتى يتحقق المطلوب. مثلا في هذه الحالة طونكو سي لا ستركتور طونكو، يعني نقوم بفان طونكو بيرمي كوا دو لا ريبيتيسيون، يعني التكرار دين أو بليزيور أكسيون، يعني مجموعة من العمليات les actions tant qu'une condition est satisfaite، يعني ما دام هذا الشرط تحقق قم بهذا، فإن لم يتحقق أخرج من هذه الدائرة ولا ريبيتيسيون. في الحلقة التكرارية هذه تسمى الحلقة التكرارية، يعني هذه هي القاعدة. نقوم بالطونكو، هنا نقوم بالشرط كما قمنا في الصيغة. سنشتغل على نفس المثال الذي ذكرناه سالفا. طونكو هنا المعدل أكبر من أو يساوي 10، هنا أعطيني أدمي يعني مقبول. فان طونكو فقط. لا ريبونس هنا إلا كان العكس، إلا كان قل هنا يعطيني يخرج من التكرار. سنقوم بمثال مثلا فيه، نقوم بمثال سهل. بالنسبة سنقوم بمثال هنا بالنسبة لطونكو مثلا. سنقوم مثلا بالألغوريثم. سنكتب الألغوريثم كي دوموند مثلا نديرو ديال مود باس، مثلا كي دوموند ان مود باس، ان مو دو باس. الوغ هنايا في مود باس يعني غندير ام بي. مود باس سيكون عبارة عن كاركتير، حنا سنستعمل يعني كاركتير يعني اسم، يعني كاركتير هنا كاركتير. نقوم هنا ديبي، هنا سنقوم ب يعني نطلب منه إدخال écrire قوسين donnez-moi votre mot de passe. اوكي الوغ هنايا اوكي ليغ يعني سيقوم هنا سيزيغ يعني قراءة هذا الجواب. ليغ ام بي يعني عطينا لا فاريابل ام بي كاركتير. ام بي يعني نكتبوها نفس كتابة مينيسكول. ليغ ام بي. هنا سنستعمل طونكو طونكو كونديسيون. ما هي الشرط؟ الشرط هنايا إذا كان ام بي يساوي اسمي مثلا كمال، الوغ فيغ. هنايا فيغ نكتب فيغ يعني اعمل. ماذا يقول؟ سنقوم بكتابة écrire le mot de passe est correct. سيقول لنا أن هذا الرقم السري هو صحيح. هنا في حالة ما إذا لم يكن صحيح سيخرج من هذه الحلقة التكرارية. تقوم هنا fin طونكو. بعد ذلك نقوم بفان، نقوم بالديبي. الوغ جو كخوا أنكم فهمتوا دو كوا il s'agit. طونكو écrire fin طونكو début fin.
طونك فان طونك. هنا باش نشرحو مزيان هاد المثال، يعني تعريف الالغوريثم ماشي qui demande quoi un mot de passe. Alors هنا نقوم بديكلاراسيون، déclaration déclaration mot de passe caractère، يعني حرف، اسم يعني هنا اسم ديبي، ثم نقوم هنا نطلب منه يعني يعطينا لو مو دو باس، سيقوم بقراءة المو دو باس. مثلا أعطيت له اسم غير اسمي، مثلا سمير. هنا عندما أدخل سمير ماذا يقوم؟ هنا يختبر هل المو دو باس يساوي الاسم الذي طلبته. إذا لم يكن هنا يخرج من الحلقة أوتوماتيكيا، ولكن عندما أدخل كمال يقوم طونك، يعني طونك ما دام هذا لو مو دو باس يساوي كمال يعني صحيح، فيغ قم بماذا؟ كتابة لو مو دو باس اي كوريكت، يعني سيقول لي أن هذا الرقم السري صحيح، ثم يخرج من الحلقة. فإذا لم يكن هذا الاسم غير صحيح، مثلا لا يساوي كمال اسمي، هنا سيخرج من الحلقة أوتوماتيكيا. نتمنى أنكم فهمتوا هذا الدرس. كما قلنا la structure tant que la structure tant que fin tant que on a permis de quoi? De la répétition d'une ou plusieurs actions tant qu'une condition est satisfaite. Tant que condition fait, teste la condition et vérifier si là le cas il y a une exécution des actions. Dans le cas contraire يعني إذا لم يكن هذا الشرط هنا يخرج اوتوماتيكمون fin. أتمنى أنكم فهمتوا هذه الدالة أو الحلقة التكرارية طونك ما دام هذا الشرط، قم بكتابة أو قم بحساب أو غير ذلك. هناك أمثلة عديدة. في الحلقة التكرارية الأخرى ستكون حول pour répétition، هي تلعب نفس الدور، يعني تقوم بنفس الدور. أخرى ستكون répétée jusqu'à إن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله.